دي احسن طريقة تحلق بيها دقنك. احسن طريقة تحلق بيها دقنك هي السيفتي ريزور او مكنة الحلاقة القديمة او مكنة حلاقة جدك. هي دي احسن مكنة تقدر تحلق بيها دقنك. هي ممكن يبقى شكلها مرعب شوية. انا فاكر زمان كان جدي عنده من المكنة دي اكتر من واحدة. كان شكلها مرعب جدا جدا، يعني كانت بالنسبة لي، كان ليها هنا كده زي اسنان، او بيقولوا عليها اوبن كومب او المشط المفتوح. دي هنا مشط مقفول، دي بتحافظ اكتر على ان انت وشك ما يتعورش او كده. جدك زمان كان بيستخدم بعض حاجات، طبعا السيفتي ريزور، تاني حاجة فرشة الحلاقة. دي من أهم الحاجات، من أهم الحاجات عشان ما تتعورش وعشان وشك ما يتبهدلش. وطبعا هو مجهد حبتين. ده جل حلاقة بتاع انجرام، بقاله كتير جدا عندي، بس ما كنتش بحبه، يعني ما اعرفش ليه ما كانش بيعجبني. وبعدين كنت بستخدم شيف كود. شيف كود حلو برضو. الروائح بتاعته كلها دي بالالوفيرا اعتقد. دي بالالوفيرا للبشره الحساسه، يعني انا بشرتي حساسه جدا. ودي احسن طريقه اكتشفت ان هي مش بتضايقني يعني في وشي، ولا بتعمل التهابات ولا حبوب ولا كده. انا بقالي اكتر من ممكن 10 11 سنه مثلا بستخدم السيفتي ريزور، ومبسوط ان انا اكتشفت طريقه الحلاقه دي، او يعني كنت عندي الجرأة الكافية ان انا استخدم طريقة الحلاقة دي، لان طريقة الحلاقة دي بجد هي فعلا احسن طريقة حلاقة. والشركات بتحاول تقنعك يعني ان الجيلت بلو 3 مثلا او بلو 2 او ايا كان، في حاجات كتير جدا من جيلت ومن براندات تانية كتير. في عندنا هنا في مصر لورد، دي من احسن الحاجات اللي بتعمل سيفتي ريزور. عندهم اكتر من سيفتي ريزور، كلهم حلوين جدا. بيتراوح سعره بين مش عارف 30 40 جنيه على طلبات متهيألي، واغلى حاجه ب 80 جنيه مثلا، حاجه كده. بس ف جدك كمان كان بيستخدم حاجه مهمه جدا، وهي الافتر شيف. هو غالبا كان بيستخدم 3 خمسات او 5 خمسات حاجه زي كده. بس ده هنا افتر شيف فلويد جل. هو عامل زي السبلاش كده، او عامل زي السائل، اشبه باللي هو كان بيستخدمه يعني. طبعا ده مش اكتر حاجه انا بفضلها او بحبها. احسن حاجه ممكن برضه تستخدمها افتر شيف، تستخدم جل يكون من غير ريحه ومفهوش الكحول. واغلب المنتجات اللي في السوق فيها ريحه جامده وفيها الكحول جامد، فدي برضو حاجه بتكون احيانا متعبه للوش، خصوصا بعد الحلاقه يعني. طيب دلوقتي انت عشان تستخدم دلوقتي فرشة الحلاقة عندك اكتر من طريقة. ممكن تستخدم سلطانية الحلاقة. تحط هنا الجل بتاع الحلاقة، وتجيب الفرشة وتفضل ترغي بيها زي ما الحلاق بيحلق. او في طريقة احسن في نظري وبتستخدم فيها جل اقل، وهي انك تجيب كده الفرشة وتحط عليها كأنك بتحط وهتغسل سنانك، يعني كمية عقلة مثلا، عقلة ونص. دي مش محتاج انت اكتر من كده. المهم بس ان انت تكون قبل ما تحلق تكون غاسل وشك كويس، وتغسل ايدك قبل ما تغسل وشك. تغسل ايدك كويس عشان لو ايدك عليها بكتيريا او جراثيم او كده، فانت حطيت مثلا على ايدك صابون او حطيت على ايدك غسول وش او كده، فانت لسه في على ايدك بكتيريا، وتقوم جاي حاططها كلها على وشك. فانت بتغسل ايدك الاول عشان ايدك تبقى نظيفه، وبعد كده بتغسل وشك. وتهتم قوي ان انت تدعك وشك وتدعك الميه كده، عشان خاطر دقنك تبقى مترطبه كفايه. انا لسه واخد دش، ودي برضو من حاجات برضو ممكن توفر عليك. تاخد دش وبعد كده تحلق، هتخلي دقنك طريه وناعمه، تحلق اسرع.
انا سايب هنا تاني لان انا عايز اصور الفيديو ده بقالي فتره كبيره بس مكسل. و وبس خلينا نحلق كفايه رغي. هتجيب الفرشه كده، انا بليت الفرشه كويس قوي. هتجيب الفرشه بعد ما تبلها، هي طبعا وقع منها اغلب الميه اللي فيها، فانا ايه حطيت عليها المعجون وبعد كده بليتها تاني. تخلي بالك طبعا انت ايه ما تعملش بهدله. طبعا انت شايف ان هي ما بتعملش دلوقتي فوم، بس هي في اقل من دقيقه دلوقتي هتلاقي الوش ده عامل زي بابا نويل كده. بس الاول بيتوزع الجل وبعد كده ما تلاقيش اشتغل كويس. مهم يا جماعه جدا تستخدموا جل حلاقه يكون كويس، او تستخدموا فوم او اي منتج مخصص للحلاقه. يعني دي حاجه من اهم الحاجات، يعني مش برشح حاجه معينه تستخدمها، بس اهم حاجه ان انت تستخدم حاجه تكون مريحه لوشك، خصوصا لو انت بشرتك حساسه. لو انت بشرتك مش حساسه غالبا يعني الفيديو ده مش هيكون ليه اي اهميه ليك. لو انت مثلا بتحلق باي نوع مكنه حلاقه جيلات بلوتوث 3 وبتستخدمها اكتر من 4 و5 مرات ووشك بيكون تمام وما عندكش اي مشكله وما بتحطش مرطب ولا بتحط افتر شيف ولا بتحط اي حاجه ووشك تمام، فانت محظوظ. واستمر في اللي انت بتعمله، يعني عادي، مفيش حاجه صح وغلط. اهم حاجه ان انت يكون وشك ما تحافظ عليه مفهوش حبوب مفهوش التهابات. احلق باي طريقه، بس انت لو بشرتك حساسه زيي فانت محظوظ ان انت لقيت الفيديو ده غالبا، لان مفيش اي حد خالص بيتكلم عن طريقه الحلاقه دي وقد ايه هي مريحه للوش. اعتقد عشان شكل ماكينه الحلاقه شكلها مرعب جدا، تحس ان انت ماسك آلة من المطبخ، حاجه شكلها بتعور، يعني شكلها مرعب. بس عايز اقول لك ان هي احسن من مكن الحلاقه التانية ده خالص، يعني بكتير جدا. اهم حاجه بس ان انت تتعلم التكنيك بتاعها. طبعا ممكن يعني تتعور تعوير خفيفه اول وتاني مره مثلا، بعد كده خلاص هتتعود عليها، كانك بالظبط زي ما كنت بتحلق بالجيلت اللي هي المكن العادي اللي في الصيدليات، اللي هو الجيلت بلوتوث 3 والكلام ده. انا فاكر اول مره باين استخدمت المكن ده برضو وشي اتبهدل جامد يعني، بس طبعا ما كنتش بستخدم اي جل حلاقه او كده، انا كنت جبت المكنه وفتحتها ورحت ماشي كده على وشي. طبعا اتعورت جامد، دي حاجه وحشه جدا يعني، ما تعملش كده. المهم ان انت تبقى عامل في وشك فوم كتير عشان التعوير ده. الكلام ده ينطبق على اي مكان في الجسم، يعني لو بتحلق تحت باطك او ايا كان، يعني مش عايز نخش في تفاصيل. بس انت دلوقتي عايز تشوف سوالفك انت هتحلق منين بالظبط. انا بحلق من نص الحته دي، معرفش الحته دي اسمها ايه، اللي هي الحته اللي على الودن من هنا دي، باجي كده عند نصها واقوم جاي ايه نازل. انا بحب سوالفي تبقى مش طويله قوي ومش قصيره قوي. اهم حاجه بس ان انت تظبط زاويه المكنه وما تدوس بيها، يعني ما تدوس على وشك وانت بتحلق. ممكن المكن الحلاقه التاني اللي هو الجيل بلو 2 و 3 والكلام ده عادي ممكن تضغط، مش هيحصل حاجه. بس انت هنا مش محتاج ان انت تعمل كده. انت وشك اضغط يعني خفيف قوي، او سيب وزن المكنه هو اللي يحلق دقنك يعني. طبعا تنظف المكنه
المكنة كل ما تتملي شعر. دي حاجة تانية برضو، ان المكنة دي سهل جدا ان هي تتنضف من الشعر اللي بيملاها عن المكنة الحلاقة التاني. وعشان انا كان شعر دقني برضو طويل، فبرضو دي حاجة ممكن تخلي المكنة تتملي بسرعة. فكان افضل ان انا احلق الاول بالمكنة الكهرباء، وبعد كده احلق بالمكنة الموس. المهم برضو حاجة من الحاجات المهمة ان انت تحلق في اتجاه الشعر، ما تحلقش عكس اتجاه الشعر، خصوصا لو انت بشرتك حساسة. ولو عايز تعمل كده ما تعملش كده من اول وش حلاقة. يعني انت بعد ما تحلق اول مرة وشلت خلاص الشعر والشعر بقى قصير جدا، ممكن تحلق عكسي. برضو دي حاجة لو انت محظوظ في بشرتك وبشرتك مش حساسة او مش بتتحسس للموس وكده، مع طريقة الحلاقة العكسي. انا حلقت عكسي من 3 شهور ولا حاجة، وبقالي كتير جدا ما كنتش حلقت عكسي. كان عندي حبوب هنا لحد من اسبوعين 3 مثلا. فدي حاجة انا مش محظوظ فيها يعني. فلازم تحلق في اتجاه الشعر. ومناسبة اتجاه الشعر وان انا بحلق هنا رقبتي، متهيألي عندي هنا الحبوب اللي انا كنت بقول عليها، مش عارف باينة ولا لا. هنا اهي، هنا في هنا حبوب. الرقبة الشعر فيها بيطلع بأشكال مختلفة طبعا على حسب كل واحد والتاني. أنا دقني في رقبتي بتطلع بشكل عارضي كده شوية ولتحت، فطريقة الحلاقة عندي أقدر أحلق عادي لتحت، ما عنديش مشكلة. والأفضل برضو إن أنا أحلق في اتجاه الشعر في أول وش حلاقة. بس في ناس ممكن يطلع عندهم شعر دقنهم في الرقبة كده، ممكن يبقى جاي في الحتة دي، تلاقي الشعر جاي كده، والحتة دي الشعر جاي كده، والحتة دي الشعر نازل كده. فانت لما بتيجي تنزل انت فاكر ان انت كده نازل مع اتجاه الشعر، لان الشعر هنا طالع لتحت عادة يعني بيكون كده بالنسبة الأكبر. يعني في ناس بيطلع ماشي. المهم ان انت تحلق في اتجاه الشعر وخلاص، يعني تعرف الماب بتاعت شعرك طالعة وماشية ازاي. ومهم ان انت تمشي مكنة الحلاقة في اتجاه الشعر حسب كل مكان. اعتقد انا شرحت كويس يعني، اتمنى اكون بعرف اشرح. ايه تاني؟ بس خلاص نكمل الحلقة بقى. الفيديو ده يا جماعة وان شوت، لان انا مش بحب المونتاج، بعرف اعمل مونتاج على قدي بس مش عايز اعمل مونتاج. عادة بعمل دوجلاس، بس هي غالبا انبسط مني يعني، كنت بفكر اسيبها. كنت فاكر ان انا لما اجي احلق يعني ابقى اسيب دوجلاس عشان احب شكلي بالدوجلاس، بس خلاص اتحرقت. انا بحب يا جماعه على فكره شكلي بدقن، بحب شكلي بدقن عن ما اكون حالق. بس انا بجد بحلق عشان انا بحب احلق، يعني بحب الروتين ده. احب اشتغل ممكن في الحلاقه واعمل فوم كده بالفرشه وبتاع، واشم ريحه معجون الحلاقه. بحب جدا روائح معجون الحلاقه، خصوصا الانجرام ده، مع اني كنت لفتره كبيره جدا ما بحبوش عشان دخله من سول او من تول جامد، بيخلي البشرة كده ايه، تحس ان انت جبت فدان نعناع وعصرته وغسلت وشك بيه. بس مؤخرا بقيت بحب الاحساس ده، وريحته عاملة زي ريحته عاملة زي صالون الحلاقة. ريحته صالون حلاقة جدا، تحس ان انت دخلت عند حلاقة. انا دلوقتي الحمام عندي
رحت صالون حلقة جدا. حاول برضه إن أنت تبقى دقنك مفرودة أغلب الوقت. كل ما بتيجي تمشي المكنة الحقيقة على وشك تفضل دقنك مفرودة. وزي ما أنا كنت عملت دلوقتي، الحتة دي ما كانش عليها فوم خالص، رحت أنا جاي ماشي عليها بموس. ما تعملش كده، دي مش أحسن حاجة، خصوصا لو أنت وشك هنا ناشف ومشيت عليه بالموس كده، يعني في احتمالية كبيرة إن أنت تعور نفسك، خصوصا في الأول. يعني أنت لو واخد على المكنة ومتعود عليها بقالك فترة كبيرة بتحلق بيها وبتاع، عادي ممكن تبقى عارف يعني تدوس قد إيه وما تتعورش. يعني مش عارف برضه أعرف أشرح لك، مش أتمنى أكون عارف أشرح. دلوقتي هنحلق وش تاني. في ناس بتحلق 3 وشوش، بس دي برضه يعني بحسها إيه، يعني حاجة مش منطقية نوعا ما، خصوصا لو انت بشرتك حساسة. لو بشرتك حساسة آخرك تحلق وشين هيكونوا كفاية جدا. دلوقتي الفرشة نشفت أو يعني ابتدت تنشف شوية، فانت محتاج تجيب على شوية مية كده تاني وتنزل تنقط، بس يعني نقط مية كده مرتين 3. أهم حاجة إن هي تفضل مترطبة وفيها مية كتير، هتلاقيها بتعمل معاك فوم ممتاز. الوشين اللي هي الحتة العقلة أو العقلة ونص دي على فرشة، دي فرشة كبيرة يا جماعة. الفرشة دي بيستخدموها بتستخدم عند الحلاق، بيفضل يعمل بيها الزباين كلها طول اليوم. دي مش حاجة حلوة يعني. يا ريت لو انت بتتفرج على الفيديو ده تتعلم ازاي تحلق دقنك لنفسك، هيكون أنضف. ولو انت بشرتك حساسة طبعا الحلاق يعني مهما يكون حبيبك يعني وصاحبك، برضه مش هيعرف يحلق لك زي ما انت ما هتحلق لنفسك. يعني هي بس ديتها اول كام مرة كده اما تتعود، وهتلاقي كل حاجة تمام، وهتحب الحلاقة جدا. يعني اهم حاجة بس تلاقي الطريقة الصح ان انت تحلق، اللي انت تحلق بيها واللي وشك يتحملها بدون مشاكل. يعني ممتاز بجد. ما كنتش بحب الانجرام ده خالص، ومش عارف ليه بقيت بحبه كده مؤخرا. يعني دلوقتي بقى الوش التاني انت حلقت اول مرة في اتجاه الشعر، المرة التانية بقى هتحلق بشكل عارضي. يعني ايه عارضي؟ يعني الشعرية لو طالعة كده، فانت لما حلقتها اول مرة حلقتها في اتجاهها، المرة دي بقى هتحلق بجانبها كده، هتحلقها بالعرض، مش هتحلقها عكسي. لو عايز تحلقها عكسي ممكن المرة التالتة، بس دي وارد جدا ان انت تتعور. يعني احلقها بشكل عريضي في المرة التانية. ممكن بعد ما تحلق تيجي تعمل كده على وشك، تلاقي يعني في احساس خربشة خفيف جدا جدا، محدش هيحس بيه خالص غيرك لما انت تمشي ايدك كده يعني على دقنك. واعتقد يعني هو ده المطلوب. يعني انت مش محتاج اكتر من كده. يعني مفيش حد هيجي ويفضل يحسس يعني الوش. يعني انت بس عايز يكون شكلك نظيف كفاية، وما يكونش عندك حبوب، لان هي دي الحاجة اللي الناس هتاخد بالها، اللي الناس كلها هتاخد بالها منها. ما اعتقدش ان انت عايز تبقى قدام الناس محبب وعندك التهابات وبتاع. انت عشان يبقى شكلك نضيف وما عندكش حبوب في وشك وبشرتك حساسة، احلق وشين بس ما تحلقش 3.
هو المفروض جدا ان انا اعتقد يعني دورت كتير جدا على اليوتيوب، ما لقيتش حد عامل فيديو مخصص لطريقة الحلاقة دي، كله فيديوهات تعليم حلاقة في صالون الحلاقة وكده. الرقبة ما تحلقهاش عارضي ولا عكسي لو انت بشرتك حساسة، هي في الاتجاه بس. حتى في المرة التانية احلقها في نفس الاتجاه، او ممكن تاخدها كده ايه بزاوية كده خفيفة، يعني انت بدل ما هتاخدها كده لتحت تاخدها كده بزاوية خفيفة اوي، على حسب برضو اتجاه شعر دقنك عامل ازاي في الرقبة. انا عشان بشرتي قلنا حساسة كتير، فلو حلقتها حتى عريضي في احتمالية كبيرة ان انا وشي يتعور او يطلع لي حبوب او كده. ساعات بتحكم في تفاحة آدم دي أكتر من كده، بس أنا مش عارف إيه الحكاية. أنا هنا يا جماعة الحتة دي معلهاش فوم، وأنا مشيت عليها دلوقتي بالموس، بس مشيت خفيف أوي يعني، حتى ما سبتش وزن حتى موس. أنا بس يا دوبك يعني لامس بس المكان هنا وبمشي كده. إما بقى تحط تاني فوم وت... وتحلق، أو تمشي الموس زي ما أنت عايز وتضغط مثلا شوية بشكل خفيف أو كده. لكن طول ما أنت دقنك ناشفة ومعلهاش فوم كتير، ما تدوسش جامد بالموس يعني. دي بقى تالت مرة هحط تاني على وشي فوم، دي للتأكيد والمراجعة يعني، أشوف لو في أي حاجة مستاهلة إن هي أمشي عليها تاني بالموس أو كده. هنشوف دلوقتي هنعمل إيه. مش محتاج أكتر من كده تقريبا يعني. دلوقتي الموس طبعا لازم يفضل قلنا تنضفه أول بأول. دلوقتي هعمل كده، دقني بقت ناعمة كفاية، مش محتاج امشي بموس تاني او احلق وش تالت او كده. انا بس بعمل كده وبشوف لو في يعني حتة فيها شعر كتير ممكن في الحلاقة عليها يعني. كله دلوقتي ناوي يعني، لما بمشي من عند الحلاق لما بخليه يحلق لي داني بمشي من عنده، داني بتبقى بتخربش اكتر من كده، وتاني يوم بيبقى عندي في وشي حبوب كتير جدا، خصوصا في الرقبة ودقني من تحت كده. لكن طريقة الحلاقة دي من أكثر الطرق أو أحسن طريقة أنا اكتشفتها، اتكلم عليها على أساس إن هي حاجة جديدة يعني. بحلق بنفس الطريقة دي أو بحلق بالمكنة دي بقالي زي ما قلنا 10 أو 11 سنة حاجة زي كده. بس طريقة بقى يعني إن أنا آخد بالي بقى إن أنا دقني دايما يبقى عليها فوم، وإن أنا محلقش عكسي، وإن أنا تاني مرة أحلق بشكل عارضي والكلام ده كله، ده على مدار بقى ال10 سنين يعني اتعلمت الكلام ده طبعا يعني. اتعورت كتير جدا في خلال الفترة دي، وملقتش فيديو زي ده يقول لي ملقتش فيديو زي ده يقول لي أحلق إزاي يعني.
كده تمام اهو. انت بقى اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتغسل وشك كويس، وهقول لك محتاج تعمل ايه. يا ريت تغسل وشك بميه ساقعه مش ميه سخنه. في هنا شويه حاجات، بس دي حاجات قديمه يعني. انا عاده وشي ممكن تلاقي يطلع فيه كده حاجات مش لطيفه يعني. حاجه تانية دلوقتي هنستخدمها، حجر الشبة. حجر الشبة تستخدمه يتشطف الأول بمية ساقعة تحت الحنفية. تغسل وشك بمية ساقعة. أنا قلت إن أنت تغسل وشك بمية ساقعة وبعد كده فتحت المية السخنة، غالبا أنتوا سمعتوا السخان يعني، بس أنا فتحت بمية فترة. يا إما تغسل وشك بمية فترة يا إما تغسلها بمية ساقعة. ساعات بحبها كده وساعات بحبها كده يعني، على حسب المود يعني، بس ما تغسلهاش خالص بمية سخنة يعني، مش محتاج تعمل كده. دي حجر الشبة غالبا اللي أنت هتلاقيه عند العطار. هو أصله عشان هنا دايما بيبقى فيه كده بتاع بلاستيكة كده تعبانة، تبقى ماسكة هنا وبتقع بعد كام استخدام كده، وبتبقى مش لطيفة خالص يعني. فأنا بخلي حد يجيب لي الحاجات دي من بره. وماكينة الحلاقة اللي أنا بحلق بيها النهاردة دي اسمها روكويل. دي اسمها روكويل، مكتوب هنا روكويل على المشط بتاعها. الحاجات دي مش موجودة يا جماعة في مصر بكترة، بس انت ممكن زي ما قلت لك تستخدم بتاعة لورد، ممتازة جدا، ممكن نستخدمها في فيديو تاني قريب أو حاجة. دي بتتغسل تحت المية ساقعة وتمشي كده بيها هنا، هتلاقيها بتحرق شوية. غالبا جدك زمان كان أول ما بيحلق كده ويخلص يقوم جاي ماسك الفوطة ويدعك وشه بيها جامد أوي. دي مش حاجة حلوة خالص يعني، متعملش كده. احنا هناخد اللي كان جدك اللي كان بيعمله حلو يعني، والحاجات اللي هو كان بيعملها حلوة هي دي اللي هناخدها ونستخدمها. الحاجات التانية اللي مش أحسن حاجة ممكن نعدل عليها أو كده. هو لما كان بينشف وشه الرين لايت قطع، معلش. طيب، هو لما كان بينشف وشه كان بيستخدم بعد كده 3 خمسات برضه أو 5 خمسات، وكانت بتحرق الوش جدا، غالبا نفس الحرقان بتاع الألون بلوك أو حجر الشبة أو حجر الشب. الراجل بيبقى من عند العطار قلنا زي اللي هنا ده عادي، هما الاتنين واحد بالظبط. فرق بس إن ده كبير شوية قد الصابونة، وكان أكبر من كده وأنا استخدمت منه كتير، بس هو ممتاز جدا يعني. ده بيقفل المسام، ولو في أي جروح خفيفة أو كده، حتى كمان لو أنت مش شايفها هو بيقفلها. مش عارف ليه فيديو طويل أوي كده، 30 دقيقة كتير جدا. ممكن قدام شوية نبقى نعمل ازاي تحلق بسرعة يعني. المفروض الحلاقة متاخدش منك الوقت ده كله يعني، اللي هو هسيب دقني بقى مش هحلق كتير أوي 30 دقيقة. بس برضه عشان أعتقد إن أنا اتكلمت كتير، بس عشان بحاول أوصل الفكرة. انت برضه مش محتاج تمشي
الشاب على وشك كتير أوي كده، انت بس مجرد ما انت يعني بتمشيها على مكان ما حلقت بالظبط، اول لما تلاقي خلاص ابتدى يعني ما فيش حرقان انت بتحس بيه، خلاص انت كده تمام، حطيت كمية مناسبة جدا. مجرد ما بتخلص وبتشطف الحجر الشاب ده، بتغسل وشك تاني بمية ساقعة، شطفة سريعة مش كتير يعني. بس كده تمام أوي. نقوم جاي بقى لفوق، أهم حاجة وأنت بتنشف ما تمسكش فوطة كده على وشك وتقوم داعك بيها وشك لتحت، لا أنت بتحطها على وشك وبتضغط أو بتدوس قصدي، أو بتخبط كده على وشك، أنت بس إيه بتسحب المية. ده عامة كل يوم يعني، حاول كده انت حتى تعمل كده على شعرك، يعني لما تيجي تنشف شعرك حاول ايه تخبط عليه او تضغط عليه كده ان هو ايه يتسحب منه المية، لكن ما تدعكش وشك يعني، او ما تدعكش شعرك. بس انت مش محتاج اكتر من كده. اخر حاجة وهي الافتر شيف، ممكن يا اما قلنا تحط الجل ده عامل زي جل الصبار كده شوية، بس ما تستخدمش جل صبار يعني، استخدم حاجة طبية زي دي، أو هتستخدم أفتر شيف فلويد جل أو سبلاش أو أيا كان، أو ده أنا لسه مجربتوش عايز أجربه، ممكن برضه نجربه دلوقتي، الأفتر شيف بالم بتاع شيف كود، ممكن برضه نجربه سوا. ده هنا شكله مش محتاج على إيدك كمية غالبا يعني، مش محتاج أكتر من كده يعني، أول مرة أجربه بس غالبا يعني أنا بستخدم مرطب مش بستخدم كمية أكبر من كده يعني، حتة قد عقلة الصباع كده أو أصغر كمان أصغر، ممكن قد حتة بسلة مثلا. ريحته صالون حلاوة برضه، ريحته حلوة، ريحته فريش جدا. لازم يا جماعة لما تحلقوا دقنكم يفضل، أنا دلوقتي هقول يفضل بس أنا عايز أقول لازم بصراحة، فأنا هقول لك لازم تستخدم أفتر شيف أيا كان يعني، تستخدم أفتر شيف برودكت، مش لازم يكون مخصص للشيفنج أو مكتوب عليه إن هو أفتر شيف، استخدم مرطب يعني، لازم تستخدم بعد الحلاقة، لازم تستخدم مرطب يكون مفهوش كحول. أعتقد ده فيه كحول لأن هو بيحرق الوش جامد، دي مش أحسن حاجة تحطها على وشك بعد الحلاقة، بس ده طبعا هيكون أحسن من مفيش يعني مليون مرة. أو تستخدم بقى حاجة إيه مرطب طبي من الصيدلية، على فكرة ده مش غالي، ده متهيألي ب60-70 جنيه حاجة زي كده، وفي مثلا حاجة زي كده، بس أنا مش بفضل ده أوي عشان برضو داخله روايح، مش أحسن حاجة إن أنت تستخدم روايح بعد الحلاقة، عشان لو عايز مثلا تستخدم برفان أو حاجة زي كده، مش الاتنين هيمتزجوا مع بعض، ممكن يعملوا ريحة مش كل الناس تتقبلها يعني، ومش كل الناس هتتبسط يعني الموضوع جنبها. احنا كده النهاردة خلصنا، أشوفكم في فيديو تاني، وأعتذر على الإطالة، 35 دقيقة كتير جدا جدا جدا.